جزائر يا مطلع المعجزات، ويا حجة الله في الكائنات، ويا بسمة الرب في أرضه، ويا وجهه الضاحك القسمات، ويا لوحة في سجل الخلود تموج بها الصور الحالمات، ويا قصة بث فيها الوجود معاني السمو بروع الحياة، ويا صفحة خط فيها البقاء بنار ونور جهاد الأباء، ويا للبطولات تغزو الدنا وتلهمها القيم الخالدة، وأسطورة رددتها القرون فهاجت بأعماقها الذكريات، ويا رتبة تاه فيها الجلال فتاهت بها القمم الشامخة، وألقى النهاية فيها الجمال فهمن بأسرارها الفاتنات، وأهوى على قدميها الزمان فأهوى على قدميها الطغاة، شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة، تسابيحه من حنايا الجزائر. بدأت المقاومة الجزائرية ضد الاحتلال مع نزول أرض الجزائر، وكان أقوى حركاتها حركة الجهاد التي أعلنها الأمير عبد القادر. واستمرت 15 عاماً استخدم فيها المارشال الفرنسي بيجو وقواته التي وصل عددها 120,000 جندي لتوقع الذعر في قلوب الناس. لكن مقاومة الجزائريين لم تهدأ، فما إن تنطفئ ثورة حتى تشتعل أخرى. إلى أن جاء الوقت الذي اندلعت فيه ثورة التحرير الجزائرية في 1 نوفمبر 1954 ضد الاستعمار الفرنسي الذي احتل البلاد منذ سنة 1830.
احتلال دام 132 عاماً. ودامت ثورة التحرير الجزائرية طيلة 7 سنوات ونصف من الكفاح المسلح والعمل السياسي، وانتهت بإعلان استقلال الجزائر يوم 5 جويلية 1962 بعد أن سقط فيها أكثر من 1.5 مليون شهيد، وذلك ما أعطى الجزائر لقب بلد 1.5 مليون شهيد في الوطن العربي. دارت الحرب بين الجيش الفرنسي والثوار الجزائريين لمحاربة قوة جرارة مجهزة أكبر تجهيز، خصوصاً وأن الثوار لم يكونوا يملكون تسليحاً معادلاً لتسليح الفرنسيين. استخدم الثوار الجزائريون الحرب البسيكولوجية بصفة متكاملة مع العمليات العسكرية الفرنسية. كان الجيش الفرنسي يتكون من قوات الكوموندوس والمظليين وقوات حفظ الأمن وقوات الاحتياط. حظت قوات جيش التحرير الوطني التابعة للفرع العسكري من جبهة التحرير الوطني على تأييد الشعب الجزائري الكامل، بل والجالية الجزائرية في المهجر. انتهت الحرب بإعلان استقلال الجزائر في 5 جويلية 1962، وهو نفس التاريخ الذي أعلن فيه احتلال الجزائر في سنة 1830. وقد تلع إعلان استقلال الجزائر الجنرال شارل دي غول عبر التلفزيون مخاطباً الشعب الفرنسي: جاء الاستقلال نتيجة استفتاء تقرير المصير للفاتح من جويلية المنصوص عليه في اتفاقيات إيفيون في 18 من مارس 1962، وأعلن على إثره ميلاد الجمهورية الجزائرية في 25 من سبتمبر، ومغادرة 1,000,000 من الفرنسيين المعمرين بالجزائر منذ سنة 1830. عاشت الجزائر حرة مستقلة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.